أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب. معاكم حسين صلاح. وأبرز أخبار الكرة العالمية والعربية والإفريقية أنها أدت الجمعة 5 يونيو 2026. نبدأ من الكرة العالمية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلغاء عدد من تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي تم الحصول عليها بسبب خلل تقني في نظام الحجز الإلكتروني، مع بدء مراجعة جميع الطلبات المتأثرة. وفي سوق الانتقالات، يواصل ريال مدريد تحركاته لدعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بينما تواصل الأندية الأوروبية الكبرى استعداداتها للموسم الجديد بعد نهاية البطولات المحلية. كما توج النجم الإسباني الشاب لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني بعد موسم استثنائي مع برشلونة. ومن معسكر الأرجنتين، أكد المدرب ليونيل سكالوني أن ليونيل ميسي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للمنتخب قبل انطلاق منافسات كأس العالم. وننتقل إلى الكرة الإفريقية. تلقى منتخب السنغال دفعة قوية بعودة القائد خليدو كوليبالي إلى التدريبات الجماعية بعد فترة غياب، ليقترب من الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المونديال. وفي المغرب، تتواصل حالة الجدل بعد استبعاد المهاجم يوسف النصيري من القائمة النهائية لكأس العالم وسط انقسام جماهيري حول القرار الفني. كما أكد الحارس المغربي ياسين بونو أن منتخب المغرب يدخل كأس العالم بطموحات كبيرة، مشدداً على أن أسود الأطلس يسعون للذهاب بعيداً في البطولة. ونصل إلى الكرة العربية. يواصل منتخب مصر استعداداته للمواجهة الودية المرتقبة أمام البرازيل في واحدة من أقوى التجارب قبل انطلاق كأس العالم 2026. وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، واصفاً إياه بالنموذج الفريد الذي نجح كلاعب أسطوري ثم واصل نجاحه في عالم التدريب. وعلى صعيد الأندية، أعلن النادي الأهلي المصري فسخ تعاقده مع المدرب الدنمارك يستروب، فيما تواصل الإدارة دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد. أما نادي الزمالك فيواجه تحديات تتعلق بالحصول على رخصة الاتحاد الإفريقي للمشاركة القارية خلال الموسم المقبل. ورفع المنتخب الجزائري من معنوياته بتحقيق نتيجة إيجابية في استعداداته الأخيرة للمونديال وسط آمال جماهيرية كبيرة بتقديم مشاركة قوية. كانت معاكم نشرة أخبار الملاعب، إعداد وتقديم حسين صلاح. أشوفكم في نشرة جديدة وأخبار جديدة من عالم كرة القدم.